السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله فيديو جديد. اليوم نهار الجمعه، غادي نشارك معكم هذا النهار هذا. ما بدوش لكم البنات من الصباح حين كنت خارجه. آه يعني ديت ولدي عند عند واحد المراه كتشوف داكشي ديال بوصفير. داكشي علاش ما بديتش لكم من الصباح. المهم يلاه فاقت هكا وسربيت جمعت شي حاجه في الدار وبقات لي شي حاجه. داكشي علاش البنات ما بديتش لكم من الصباح. اليوم نهار الجمعة، جمعة مباركة على جميع الأمة الإسلامية. كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بصحة جيدة. كيف ما قلت لكم البنات، ديت ولدي عند المرة اللي كتشوف داكشي تاع بوصفير، حيت ولدي فيه بوصفير باين فيه بزاف بزاف. المهم ديتو، درت ليه الريجيم مدة 7 أيام. وانا معاونه بشي حوايج عندي اخرين وبغيت نشاركهم معكم بالنسبه العيالات اللي ولادهم ولا بناتهم كيمرضوا كي بحال ولدي. الله يحفظنا ويحفظكم، الله يحفظ لينا وليداتنا كاملين. بغيت نشارك معكم البنات هاد العشبه هذه اللي سميتها الفوه. كيف ما كتشوفوا كتباع العشاب. جبتها من عنده، طحنها ليا. كتولي البنات كي بحال الغبره، كيف ما كتشوفوا كتولي كي بحال الغبره. ودرتها في هاد البوطه هادي وكنسد عليها. كنستعملها، كندير فيها شويه اي حاجه بغيت نعطيها لولدي، يا صبه يا سميده. يا كاس د الحليب في الصباح، اي حاجه ديما كندير فيها شويه وكنخلطو معاها باش ما تبانش، باش ياكل ليا. زوينه هادي بزاف البنات البوصفير. وكذلك مستعمله مع هاد السيرو هذا. جبته من الفارماسيان. مشيت عند السيد اللي كنتقدا عنده، اللي ديما كنستشير معاه. قلت له ودي اش كاين انا راه دايره ليا الريجيم وهادشي، ولكن باغا شي سيرو هكا باش نعاون به، فهمتوا، شي حاجه طبيعيه وشي حاجه ديال الدواء. المهم عطاني، نصحني بهاد السيرو هذا. قال لي تعطيه في الصباح. معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره من موراء العشاء، من موراء الفطور ومن موراء العشاء. كنخلطو مع شويه ديال الماء وكنعطيه ليه يشربو. حتى هو البنات كنعطيه ليه. كيف ما كتعرفوا بوصفير صعيب بزاف، خصوصا الا تعطل في الدري. داكشي علاش دايره ليه هادشي كامل ودايره ليه حتى الريجيم وصارمه معاه، راه ليه البال بزاف بزاف. وحاجه واحده اخرى بالنسبه للبنات اللي متبعيني دائما، واحد الفتره من قلت لكم، غبت قلت لكم راه ولدي اللي كيتخنق ليا مرض ليا، داكشي علاش ما عنديش الخاطر نصور. المهم دوك الايامات بدات لي عاوتاني فيه المرضى، ديما راه لي البال وشفتو باللي راه صافي بدا عاوتاني كيتخنق. مشات امي مسكينه جابت ليه النفع واقيلا البلدي والنفع العادي، ولا مع النفع الرومي. المهم جوج انواع. هنايا جبناهم هكا، نقيناه وطحناه وخلطناه مع العسل. من الاحسن البنات الا كان عندكم العسل الحر خلطوه معاه. انا خلطوه مع العسل العادي صراحه، حيت ما عنديش العسل الحر. درتو هنايا كيف ما كتشوفوا، راه كانت هذه عامره. وديما كنعطي ليه على الريق، اي وقت فكرتو كنعطي ليه شويه، حيت ما كيبغيش ياكل ليا. كنعطيه شويه شويه، كل مره نعطيه شويه. صراحه ما كذبش عليكم، النهار الاول اللي بدا لي عاوتاني كيتخنق، عطيته ليه، عطيته ليه على الريق. عطيته ليه شي 4 الخطرات في داك النهار. عطيته ليه ملي بغى ينعس. الغد ليه البنات الرحمه ديال سيدي ربي. ما بقاش فيه ديك الخنقه، ما بقات فيه حتى شي حاجه، ولا الدري عادي الحمد لله. بغيت نشاركو معكم بالنسبه للبنات الا كانوا ولادكم كيتخنقوا لكم. حتى السيد اللي كنمشي عنده الفارماسيان استشرى، قلت له ودي راه كيتخنق ليا، اش كاين. قال لي واش كيخرج السنان حيت ولدي معطلوش السنان. قلت لي راه يلاه كيخرج فيهم. ماشي بقاو لي شي وحدين الدراس مازال ما خرجهمش، يلاه بدا كيخرج فيهم. قلت له ودي راه يلاه كيخرج فيهم جوج تحتانيين وجوج الفوقانيين. قال لي ورا داكشي اللي عندك، قال لي تيكمل السنان. قال لي هادشي اللي عندك، قال لي كيمرض لك، ديك المرضى كتشدو وقت ما بيخرج السنان. قلت له والله يحسن عواني. المهم زوينتي لي هادشي اللي كاين دابا 11 ونص هادي، وباقي خاصني ندير كسكسو، حيت راكم عارفين اليوم الجمعه ضروري منه. غادي نمشي باقي ندير كسكسو، وباقي شي حاجه نجمعها في الدار. غادي نخدم بالجرا 11 ونص، غادي يكون الغداء ديال الزربه ان شاء الله. خليكم معايا وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، وديما غادي نضل نشكركم، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وبقاو معايا. وهنايا البنات وجدت كسكسو صافي واجد. هذه هي الطفيره الاخرى. درت ليه الزبده صافي هكا، غادي غير نخلطوه هكا بيديا، غير برد واحد شويه حيت باقي سخون بزاف. صافي وغادي نسقي خضيره حتى هي طايبه. كيف ما كتشوفوا البنات المريقه كتجي خاتره. المهم غادي غير
يجيو هما للدار. غادي نسكي وغادي نوجد ان شاء الله كلشي ونوريكم القصيعه ديالي من بعد ما توجد. عاد ان شاء الله غادي ندوز نتغدى. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي الطريقه ديال الكسكسو ديالك، انا البنات فايت اللي شاركتها معكم. غادي نحط لكم هذا رابط الفيديو في صندوق الوصف. لا هذاك اللي صايبت انايا وريت لكم طريقتي، لا واحد اخر صايبت الوالده في البلاد، حتى هو غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش، غادي غير تضغطوا على العنوان غادي يخرج لكم الرابط ديال الفيديوهات بجوج. وما تنساوش ديروا لي لايك وجمعة مباركة على الجميع يا ربي امين. المهم وريت لكم الطريقه، غير ما بغيتش يكون تكرار في القناه، يعني حاطه جوج خطرات. وان شاء الله المره الجايه غادي ندير لكم بداز، يعني بجميع التفاصيل ديالو ان شاء الله. ملي تكون معايا الوالده غادي نديروه ان شاء الله. ولا لقينا شي بليصه احسن من الدار، طبيعه هكا ولا شي حاجه، داكشي اللي باغا انايا. المهم اللي كان ان شاء الله راكم غادي تشوفوه معنا. صافي كلشي وجد، كنتسناكم مالين الدار، خليكم معايا. سكيت البنات هنايا الكسعه، درت الخضيره كيف ما كتشوفوا. الخضره عندي راه قليله، يعني درت شويه 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 من الحاجه. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي البطاطا، حنايا البنات الشلوح واقيلا كلهم ما عرفتش. حنايا راه الا ما كانش كسكس ما كانش فيه البطاطا راه ما كاين والو. نقدر نستغناو على القرعه وما نستغناوش على البطاطا. صراحه الله انا بزاف كتعجبني البطاطا مع كسكسو، رائعه بزاف. كنديرو حتى الدنجال، كنديرو كذلك في الخضراء. يعني كل منطقه وشنو كتبغي دير في الكسكسو ديالها. كاينين بزاف الناس يعني ما غاديش يعني تحطو بحال هذاك الكسكسو، يقدر ما يبغيوش يعني حيت فيه الدنجال ولا شي حاجه. حنايا كنديرو كلشي. درت درت الفول البنات، كان عندي في المجمد كيعجبني بزاف في كسكسو، لا هو ولا الحمص، ولكن ما كانش عندي الحمص وما كانش عندي القرعه. ولكن واخا هكاك وجدت الغدا يا البنات راه بالزربه، حيت ما كانش عندي الوقت. وجيت نوري لكم اهم لقطه كتعجبنا. ماشي كتعجب، انا كتعجبني. والا ما كانش راه ما كاين والو عند الشلوح صراحه الله. كناخذ البنات الزلافه، كنديروا فيها شويه ديال المرقه وكنخلطوا معاها ارغان. هذه هي طريقتنا، كنديروا شويه تاع ارغان هنايا. هذه هي الطريقه اللي انايا كتحمقني، ولا ما كانت ما كاين شيء. ارغان كيعطي واحد المذاق رائع. كنزيد شويه ديال البزار، الكميه اللي بغيتو، كيعطي واحد المذاق رائع. كنخلط هذا سميتها هاد المريقه هادي مع هذا ارغان وزيت العود. انا راه ملي كنشوف الدبان كنديرو حيت حال الشرجم، داكشي علاش البنات. وكنديروه من فوق من الخضره على هذا الشكل هذا، سيرها فحال على هذا الشكل هذا البنات. كيعطي واحد النكهه وواحد المذاق، واحد الريحه يا البنات ما شهيتكم حقكم في الجنه. هذه هي اللمسه ديال الشلوح، واللمسه اللي كتحمقهم هي هذه، يكون ارغان في كسكسو. صافي البنات، هادشي اللي كاين. غادي نهبط دابا نتغداو. كلشي كاين في الدار دابا، نجلسوا على هاد القصيعه هذه ناكلوها. غادي نحط كذلك الرايب. المهم الزليفه كان اللي بغى. هاد المريقه هذه اللي شرط لي انا غادي نزيد باقي عندي شويه تاع المرقه تما، وغادي نحطها مع الكسعه باش اللي بغى يزيد يمرق. وميم طون تكون فيه داك المذاق ديال الارغان. كيف كتشوفوا المذاق ديال تسالى ليا. بقى ليا شويه صافي. المهم بصحتكم وراحتكم البنات، حقكم في الجنه ان شاء الله. ملي نتغدى ان شاء الله، الا كانت شي حاجه واحده اخرى غادي نصورها لكم، نتلاقاو من بعد. شتو قصيتي. الناس البنات كياكلوا كسكسو كيمشيو كينعسوا. انا لا، انا خاصني نطوي هاد الحوايج والله العظيم الا من البارح بالليل وانا كندور عليهم ما قداش نطويهم. كيشدني عليهم العجز كتارين بزاف. المهم غادي نطويهم دابا، وغادي نجمع هاد الروينه هادي اللي داير ليا ولدي هنايا، غادي نجمعهم في السله ديالهم. عاد ان شاء الله غادي نطلع نغسل الماعن ديال الغدا.
عاد ان شاء الله نوجدوا الكسكروت مع بعضياتنا. المهم خليكم معايا. اجا ما يفكري مع هاد الشراب هادو. اش كدير؟ حيد عليا، حيد. قول لهم لاباس عليكم. عليكم موليد حبيبي، موليد عرفتوا البنات صفر وحق نعم. واخا حيد يديك، واخا بلاش والله العظيم الا الصفر عرفتي بصفر داير فيه حاله. المهم ها نتوما البنات، شوف ياسين اتعاوني في جميع الحوايج. اتعاون ماما يا ربي. شكون اللي زوين؟ ياسين. حبيبي. المهم غادي نتولد من هاد الحوايج. خليكم معايا. المهم راه اي حاجه درتها غادي نصور عليكم. ما كاين اللي كيشدني في العكز من غير هاد الشراب هذا وحق الله. يلاه البنات خليتكم دابا. غادي ندوز دابا نوجد في الكسكروت. كيف ما كتشوفوا غادي ندير بغرير. كيجي ساهل مع الدغيا كيوجد. غادي نحتاجو 2 كيسان تاع السميده رقيقه، يعني ضروري تكون رقيقه. غادي نحتاج كذلك 3 كيسان ديال الماء دافي، اما يكون دافي ما يكونش البنات سخون. كنضيف عليهم ديك السميده الرقيقه اللي ذكرت، وكنزيد عليهم 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال دقيق الفورس. غادي نضيف 1 معلقه ما عامرش ديال سنيده. البنات انا كندير سنيده على حسب كنبغي البغريم اللي يكون طايب من التحت يجي حمر واحد شويه، ما كنبغيش يجي بيض، ما كيعجبنيش هكاك. كنزيد معلقه كبيره ديال خميره العجين. عاد شويه تاع الملح حسب الذوق. كنخلط كلشي مزيان، ضروري تخلط مزيان. ملي ما بغاتش دير مولينيكس يعني دير غير الخلط اليدوي هكا، ولكن غير خاصها يعني داكشي تخلط مزيان. المهم البنات ملي يعني هاد المكونات كاملين ينسجموا، عاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نضيف لهم 2 خمارات حمرين، يعني ضروري هما يكونوا هما الاخرين. صافي ملي كنضيفهم كنخلط غير واحد شويه، ما كنخلطش بزاف، غير شويه، غير ديك الخميرات تنسجم مع داك الخليط الاولاني صافي وكنحبس. عاد كنخلي الخليط يرتاح مده 5 دقائق، يعني غير 5 دقائق كافيه. يعني الا كثرتو 10 دقائق البنات ما تفوتوهاش. صافي كندير مقيله فوق النار تكون مهيله. كندير هو الاول مقله تسخن. عاد ديك الساعه ان شاء الله كنضيف الخليط. يعني طريقه معروفه، يعني كلشي كيديروا. كاين اللي كيجي يحسن كاع من ديالي انا، راه مره كيصدق مره ما كيصدقش. اكثر حاجه كتعصبني هي هذا البغرير هذا. الا كانوا الضياف وبغيت نديرو ما كيصدقش، الا كنت غير انايا كيصدق ليا. ما عرفتش كطرى ليا انا ولا حتى نتوما. صافي البغيره الطريقه ديالو معروفه، حتى كيطيب صافي وكنحيد.
ما طيبت كاع داك البغرير اللي كان عندي، هنايا درت واحد المعلقه صغيره عامره ديال الزبده مع معلقه ديال العسل. انا هذه هي الخلطه اللي كندير للبغرير كتعجبني به. كنديرهم فوق البوطه، كندوبهم مزيان، يعني كيجيو رائعين. الزبده مع العسل ولا السمن مع العسل كيجي رائع. كاين اللي كيكتفي غير بالزبده، ولكن انايا كنديرهم بجوج صافي، كنديرهم في الطبيصيل وكنقدمهم. غادي نهبط ان شاء الله نوجد الكاسكروط. يعني غادي ندير غير قهوه هكا، كابوتشينو كان عندي في فريكو، هو اللي غادي نصايب. صافي، وغادي نحط لهم هذا البغرير هذا مع ديك القهوه، صافي الله يجعل البركه. ان شاء الله ديك الساعه غادي ندوز نوجد العشاء. العشاء يا البنات غادي يكون سهل ماهل. جبت هاد لاله الحرقه اللي غادي تهنيني من البصله بلا ما تبكيني عاوتاني. كندير فيها بصله كتقطع يعني على الشكل اللي نتوما باغيين، وكتجي سهله بزاف صراحه، كتهنيني بزاف. كندير فيها بصله، كندير فيها فلفله خضراء، كندير فيها الربيع، يعني اي حاجه بيتوها يعني تجي مقطعه هكا صغيره، يعني مشلضه مزيان، كتجي خطيره. انا صراحه هي اللي كنستعمل بزاف مع البصله في هاد الوقيته صراحه الله. صافي كنقطع مزيان ديك البصله وكنديرها في هذا، في المقله. كنزيد عليها شويه تاع الزيت باش نديرها ان شاء الله تشحر. كتهني والله الا كتهني. صافي غادي ندير المقيله فوق البوطه، درت عليها شويه تاع القزبر ومعدنوس، شويه تاع زيت العود. غادي ندير زيت العود، غادي نزيد العطريه، غادي ندير مليحه، شويه تاع البزار، شويه تاع الكمون وشويه تاع الخرقوم البلدي. غادي ندير البنات مقيله بالكبده ديال الدجاج والقلب ديال الدجاج. عندي تما واحد القليب ديال البيبي، ما عرفت علاش داروا معاهم. غسلتهم مزيان البنات وقطعتهم يعني هكا طريفات صغار. صافي غادي نضيفهم على ديك البصيله وغادي نخلطهم مزيان ونخليهم البنات يتشحر. غادي نمرق غير واحد شويه، النار تكون متوسطه باش ما نضيف، ما نبقاش نضيف المرقه يعني هاد الشرموله هادي اللي درت انا يعني ما عرفتش شنو سميتها، ما كتبغيش تمرق صراحه. صافي وغادي نرافقها بالفريت، يعني اختياري، الا ما بغيتوش البنات ديروا غير شي سلطه هكا ترافقوها به. هنايا الكبده حتى هي اللي قطعتها وغسلتها مزيان، ضفتها على ديك البصله وداك القلب اللي قطعت، درت عليهم الزيتون مقطع دوائر. صافي غادي نخلطهم وغادي نخليهم يطيبوا. غادي ندير باقي غير شويه تاع الملحه وشويه تاع الكمون. الكمون كيجي مع الكبده ديال الدجاج خطيره البنات. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. عشان واجد كيف ما كتشوفوا. داك القلب وديك البصله والكبده حتى هي من بعد ما طابوا درتهم في هاد الطبيصيل هذا. انا الصراحه كتعجبني هكا، كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. صافي ورافقتها بالفريت كيف ما كتشوفوا. بزاف ديال الاخوات سولوني على الفريت، قالوا لي الفريت ديالك زعما كيبان لكم هكا، زعما ما عرفت واش مقاد ولا ما عرفت شنو. مثل البطاطا اللي كندير يعني ديال القليان، حيت فيها جوج انواع، كاينه البطاطا اللي كدير في الطاجين واللي كتسلق، وكاينه البطاطا اللي كتقلى. المهم هي اللي كندير هنايا، الا ما كانتش متوفره رانا كناخذ نيت البطاطا اللي صالحه يعني اللي كندير في الطاجين هكا في المرقه. كنسلقها نص سلقه وكنصفيها وكنخليها حتى كتنشف مزيان. عاد ديك الساعه كنقليها وكتجي زوينه، كتجي كي بحال ديال يعني ديال المطاعم وديال السناكات. وبالنسبه للبنات اللي كتعجبهم بزاف الفريت كيبغيوها، غادي تاخذوا كميه كثيره ديال الفريت. غادي تسلقوها نص سلقه وتحطوها حتى تنشف مزيان، وغادي ديروها في ميكا تحطوها في الفريغو ولا في بواطط. وقت ما بغيتوها غادي غير تهزوها يا البنات وتقليوها، كتجي رائعه بزاف. جربوها بهذه الطريقه حتى هي. المهم البنات هذا هو عشايا بسيط وسهل، مرات غادي كامل الناس غادي تعجبهم هاد
هاد الكبده ديال الدجاج ولا لا. انا صراحه هكا كندير لها، كتعجبني بزاف. المذاق ديالها كيجي خطير وسهله بزاف. عشيوه هكا خفيفه ظريفه ودغيا كتوجد. ان شاء الله هذا الفيديو كامل الى الاعجاب ديالكم كيف ما شفتوا معايا. شكرا لكم حين تبعتوني حتى لهاد حتى لهاد النقطه هذه. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، كنشكركم على لايك ديالكم. غادي نظل ديما نشكركم في اي فيديو، ما عمرني غادي ندير شي فيديو بلا ما نشكركم، حيت صراحه الله ديما كتشجعوني. شكرا لكم بزاف، خليت لكم الراحه وخليت لكم الهنا.